عارفين ايه اللي بيخلينا نتعب نفسيا في حياتنا؟ هو ان احنا ساعات اصلا بنقول على حاجات احنا قلبنا من جوه بيقول عليها لا، بنوافق عشان بس نرضي غيرنا، وفي الاخر احنا اللي بنطلع مكسورين وبنطلع مضغوطين وبنطلع غلطانين. والحقيقة ان كلمة لا مش قلة ذوق منك ولا منك، كلمة لا بالعكس على فكرة دي أكبر دليل على إنك بتحترمي نفسك وبتحافظي عليها وعلى طاقتك. واعرفوا إن اللي مش بيحط حدود للناس على فكرة هتلاقوا شوية شوية بيفضل إن هو يتسحب لحد أصلا ما ينسى هو أصلا مين، بينسى شخصيته، بينسى أدبه، بينسى تربيته، بينسى أصله، بينسى كل حاجة حرف. فتعلموا تقولوا لا على أي حد يطلب منك حاجة فوق طاقتك، وتعلم برضو تقول لا لما أي حد يتعدى على حدودك وعلى كرامتك وعلى وقتك. قول لا حتى لو الموضوع بسيط وكل اللي حواليك شايفه بسيط، بس انت من جواك حاسس ان الموضوع لا، يعني انا مش عايز الموضوع ده فلا. ان كل مرة حرفيا انت بتسكت فيها او انت بتسكتي فيها اللي حواليك هيتعدوا حدودهم. ليك عارف كويس قوي ان اللي بيحبك بجد هيحترم حدودك دي ومش هيزعل منيها لو انت قلت لا، يعني هو مش هيزعل من كلمة لا بتاعتك، انما اللي يزعل من كلمة لا بتاعتك فهو اصلا ما كانش يستاهل ان انت تقول له وفي المواقف اللي فعلا تستحق ان انتوا تقولوا فيها لا، وان انتوا ما ترضوش بحاجة انتوا مش عايزينها، لانكم بجد كل ما هتعملوا قيمة لنفسيكم كل ما الناس هتعمل لكم قيمة. لان انت لو بتقول على كل حاجة وبتعمل كل حاجة بيقولولك عليها، او اي حاجة هم عايزينها منك بيطلبوها منك او منك وانت بتعمليها، تمام، فهتلاقي بعدين هم دول نفس الناس اللي بيلوموكي على ان انت وافقتي على الحاجة دي.